أن ينتهي عند هذا الحد، لكن السلطة، ولما أقول السلطة يعني الرئيس السيسي، اوعوا تتخيلوا أن إقالة وزير العدل يمكن أن تكون مهمة رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل. فلنكن واضحين، لأن البعض يعني أحيانا وهو بيأخذ مواقف بيعتقد أنه بيأخذ هذه المواقف باتجاه الحكومة أو رئيس الحكومة. لا، إقالة وزير العدل تحديدا لا يمكن أن تتم إلا من خلال رئيس الجمهورية، وبالتالي خلافا للشكل المعتاد والمعهود، حتى وزير الزراعة اللي بيقدم للمحاكمة طلب منه، اللي هو في السجن دلوقتي، طلب منه أنه يقدم استقالته. بعد أن قدم استقالته ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه. كل الوزراء، وزير العدل السابق اللي أيضا بسبب وجهة نظر مش زلة لسان، لأنه في قطاع كبير من القضاة حتى بيحملوا نفس وجهة النظر المتعلقة بأن ابن البواب ما ينفعش يبقى قاضي، يعني أقيل بسبب ذلك، لكن حفظا لماء الوجه يطلب منه أن يقدم استقالته. لكن الرأي العام بيتعامل سواء قدمت استقالتك أو تم إقالتك بأنه تم الإطاحة بك. فأولا من الواضح أن المستشار أحمد الزند رفض تقديم الاستقالة، وبالتالي تمت إقالته، وإنه ده لا يمكن أن يأتي من رئيس الحكومة، لا يمكن أن يأتي، لابد أن يأتي من رئيس الجمهورية. هيبقى في سؤال ثالث، طيب هل أقيل المستشار أحمد الزند بسبب الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ في الحوار اللي هنشوف هنعيده لكم تاني، هنجيب لكم الجزء ده تاني، ولا في مجموعة من الأسباب التانية، في تراكمات، في مشاكل كثيرة يمكن أن تكون حدثت، في أخطاء يمكن أن تكون وقعت ولا نعلم عنها شيئا لكن السلطة تعلم. هل كان يمكن للسلطة أن تتفادى هذا الموقف وتعديه بالاعتذار وتعتبر أن الاعتذار يعد كافيا ولا لا؟ كل دي مجموعة من التساؤلات. ليه؟ لأن احنا هيبقى عندنا مناقشة بعد قليل، وأيضا من خلال الاتصالات التليفونية هنحاول ان احنا نجاوب فيها أو نجيب على كل هذه التساؤلات. كمان هيبقى عند البعض أسئلة، هل ده يمكن أنه يعجل بتعديل وزاري؟ يعني هل القضية متعلقة بوزير العدل ولا في مجموعة من الوزراء كمان يجب استغلالا هذه الفرصة أنهم يمشوا؟ البعض أيضا بيتوقع ذلك. كل هذه الأسئلة هنجيب عليها من خلال المناقشة ومن خلال الاتصالات التليفونية بعد قليل. لكن خلونا نتوقف عند اللي بيحصل يا جماعة. طبعا أول مشهد هيلفت انتباهك على الفور احتفالات جماعة الإخوان. أول مشهد يلفت الانتباه، جماعة الإخوان تتعامل مع إقالة المستشار أحمد الزند على أنها انتصار لها، يعني ربما وكأن حلمهم الوهمي المتعلق بعودة الشرعية المزعومة قد تحقق. هتلاقوا لو عندنا هل ردود فعل الإخوان موجودة عندنا نشوفها على الشاشة. لو تشوفوا كم احتفالات جماعة الإخوان وكم التعليقات احتفالا بإقالة المستشار والوزير أحمد الزند هتلاقوها كثيرة ومتعددة، وهي لافتة وملفتة للانتباه، ومحدش قال لي موجودة ولا لا، بنشوفها ومش موجودة كالعادة. طيب خلونا في هل ده، لأنه من شوية البعض قال إنه إقالة المستشار أحمد الزند هي انتصار لجماعة الإخوان، وفي ناس بسيطة جدا استفزت من الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ناس اعتبرت ان الاعتذار كافي، وفي ناس لم تعتبره كافيا، وبالتالي يعني مش عايزين كل حاجة نرجعها لجماعة الإخوان. في ناس ثانية بتقول لا، أصل في مجموعات مصالح داخل الحكومة داخل السلطة مش عايزة المستشار أحمد الزند. زي ما بقول لكم هتسمعوا الكثير، ودايما لما الشخص بيقع هتلاقوا فيه كمان احيانا توجه اليه بعض السكاكين. دعونا نتفق على بعض النقاط المهمه. مفيش شك ان المستشار احمد الزند لعب دورا كبيرا في مواجهه جماعه الاخوان. ليه؟ لان الحفاظ على استقلال القضاء في مواجهه الاخوان
اعتقد انه كان المسمار الاول في نعشهم. يعني لو تمكن الاخوان من القضاء اعتقد انه كمان ما كان ممكنا القضاء عليه. وبالتالي هنا الحفاظ على استقلال القضاء وانتفاضة القضاة اللي قادها المستشار احمد الزندي في مواجهة جماعة الاخوان وفي مواجهة الرئيس المعزول محمد مرسي لا يمكن ان ينكرها احد. لكن هل ده ممكن كمان انه يخلينا نتغاضى عن بعض الاخطاء التي وقعت؟ ومنها الحالة بقى اللي انا عايز انوه ليها. مش ملاحظين انه كتلة 30/6 بتتآكل اما بسبب خلافاتنا بيننا وبين البعض. كتلة 30/6 هتلاقوها بتتفتت ويسقط بعضها، وهتلاقونا نمارس اللعبة المتعلقة بانه تعالوا ننهش في لحم الغير، في عملية نهش في لحم الغير داخل كتلة 30/6 إما بالتخوين وإما بالشتائم وإما بمحاولة إسقاط البعض. وإحنا أكدنا من قبل الجملة اللي أكدناها في هذا البرنامج، يبدو أننا انتهينا من المعركة مع الإخوان ودخلنا في مرحلة الحرب مع أنفسنا. انتهينا من الحرب مع الإخوان ودخلنا في مرحلة الحرب مع أنفسنا. تعالوا شوفوا اللي بيقع من 30/6 لأسباب مختلفة. صحيح المستشار أحمد الزند، لكن كمان بداخل ما حدث لا كان في خلافات ومشاكل هنتكلم عنها. لكن شوفوا كتلة 30/6 الذي تتعرض له. وأنا متذكر انه الرئيس السيسي واحنا في المانيا قال واحنا قاعدين معاه قال اللي انا خايف منه ان كتله 30/6 تتفتت، وانه هذه الكتله تقعد كده تنهش في بعضها البعض ولا تحتاج لعدو ولا تحتاج لخصم. الاخوان انتهوا، لكن هذه الكتله تفتت بعضها البعض وبتاكل بعضها البعض وبتتهكم على بعضها البعض وبتخون بعضها البعض. حتى شوفوا تخيلوا عمرو موسى المحسوب على الحركة الوطنية بقوة وبشدة، وواحد من الخمسة الأوائل اللي أسسوا حملة الرئيس السيسي. حملة الرئيس السيسي أسسها خمسة كان على رأسهم السيد عمرو موسى. لمجرد أنه يعمل حاجة اسمها حماية الدستور كانت بتخون أي قوة سياسية تفكر، اللي هي القوة السياسية اللي تحت لواء 30/6، إذا أدلوا بتصريحات، إذا شكلوا ائتلافات، إذا كونوا أحزابا بتتخون وبتتقطع وبتعليمات من جهات داخل السلطة وبتعليمات من أجهزة أمنية هنا وهناك. هو أنت متخيل إنك أنت لما بتفتت في 30/6 وبتسقطها وبتخونها وبتقطع فيها إنه هيتبقى لك شيء؟ مش هيتبقى. هتلاقي نفسك شيئا فشيئا هذه الكتلة بتتلاشى. والسقوط ليس فقط بسبب زلة لسان فيها إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا، السقوط كمان بسبب خلافاتنا مع بعضنا البعض وبسبب نهشنا في لحوم البعض وبسبب اسلوب التخوين واتهامات العمالة اللي احنا شغالين فيها عمال على بطال، وبسبب انك كمان مش عاوز تسمع اي صوت معارض من داخل كتلة 30/6. تعالوا شوفوا احنا لما بنتناول حتى بعض القضايا مفيش حد طايق يسمع الصوت المعارض، انت عايز تسمع صوتك انت بس. هذه الكتلة هتلاقوها بتتآكل بتتفتت، هيسقط العديد من رموزها لأسباب مختلفة. ده حتى تمرد، شوفوا الحملات اللي عليها دي بانجو وإخوانية. تخيلوا وثيقة التمرد اللي كانت بداية ومقدمة ثورة 30/6، شوفوا ازاي كيف يتم تشويهها وكيف يتم الاعتداء على شبابها وحملات تشويه هنا وهناك. اي حد بيطلع بائتلاف او بحزب بيتعرض للتخوين بما فيهم زي ما بقول لكم شخصيه يعني زي عمرو موسى لا خلاف عليها يعني، ولا يمكن ابدا انه حتى يبقى في خلاف كبير عليه.
ومع ذلك زي ما بقول لكم انه السقوط ان لم يكن بسبب زلة لسان متعلقة بالإساءة للأديان أو للرسول صلى الله عليه وسلم، هيكون بسبب خلافاتنا، صداماتنا، بسبب لعبة نهش اللحم اللي بيمارسها البعض من خلال التخوين ومن خلال اتهامات العمالة، اللي هتلاقوا كتلة 30/6 بتتفتت تتآكل إلى أن تنتهي، ويبقى أنت يعني اللي كان يجب أن يقوم به الإخوان أنت قمت به على الفور. طب إيه علاقة ده كمان بالمستشار أحمد الزند؟ المستشار أحمد الزند مفيش شك إن الخطأ اللي وقع فيه، لأنه الخطأ زلة اللسان حصلت بسبب إجابة على سؤال متعلقة بهذا الخطأ. ما كان لوزير العدل انه يدخل انه يقيم دعاوى قضائيه على هذا العدد الكبير من الصحفيين، مش علشان انا واحد منهم من اللي اقيم ضدهم دعاوى قضائيه من المستشار احمد الزند، لانه حتى وهو يقيم هذه الدعاوى القضائيه كانت علاقتي به استمرت وطيده يعني ولا خلاف. لكن انه وزير العدل تحديدا لا يجب ان يدخل في صدامات كثيره ومتنوعه، ولازم يبقى عنده ما يمكن أن أسميه منهج الاحتواء والتسامح. أتسامح حتى الذين أساءوا لي، أتسامح. وزلة اللسان حصلت بسبب سؤال يتعلق بالصدام مع عدد كبير من الصحفيين. فاللي أنا عاوز أطلع منه من كل ده إن احنا نتصادم مع أنفسنا. انتهينا من الحرب على الإخوان ودخلنا في مرحلة الحرب على أنفسنا، وبعض الأصوات المتشنجة العصبية اللي